في اساور الماظ لازم تبقى موجودة عندك، شكلها جميل وعلى قد الايد. يلا نشوف. والاساور دي شكلها جميل وبتبقى مفتوحة من قدام وبتنفع جدا في الليرنج، وفي منها اشكال كتيرة جدا، سواء كانت الوحدتين دول من الكلوز سيتنج واخدين اشكال مدورة ومربعة ومستطيلة، سواء الاتنين كانوا سيمتريكال نفس الشكل او الاتنين عكس بعض اشكال مختلفة. وبتنفع كمان نحط عليها حجارة فانسي كات، سواء الوحدة كلها كانت كلها حجارة او عبارة عن حجارة صغيرة. وعلى فكرة احنا عاملين منهم اشكال كتيرة جدا، يمكن في الفيديو ده هنعرض لكم شوية صغيرين من اللي موجود، انما بقية الاشكال هتلاقوها في فروعنا. واهم ميزة في الاساور دي انها افوردبل جدا، يعني على قد الايد، شكلها كبير وفي الاخر سعرها خفيف. واحب اقول لكم في ناس بتجيبها مخصوص عشان هي بتبقى جوكر في الليرنج، يعني هتلبسي معاها تنس، جروميت، كارتيه، سواء ذهب او الماظ كله هيليق عليها. وعلى فكرة الاساور دي اصلها كان في الذهب، ومن كتر ما كانت شغالة عملناها في الالماظ وبقت شغالة زيها زي الذهب. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس تفتكروا الاساور دي عاملة كام؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.